ازاي تظبط مخك وتشيل تتخلص تماما من التعفن الدماغي، ازاي ترجع تعرف تركز من تاني، وانك انت تعرف تمارس وتعيش حياتك من تاني. يجي دور انا بقى كثيربي ولايف كوتش المسؤول عن صحتك النفسيه، هكتب لك على روشته التعافي ميكس ما بين علاج المعرفي السلوكي CBT وحكمه ابن القيم في كتاب الداء والدواء، هتنفذها من النهارده. اول خطوه التعافي وهي صيام الدوبامين او التوبه العصبيه. الامام ابن القيم في كتاب الداء والدواء قال لك الخلاصه والحل بسهوله جدا، وهي ترك المعصيه، وعلم النفس بيفسرها لك دوبامين ديتوكس. شوف ايه العاده اللي انت مدمنها وغرقان فيها، شوف ايه الذنب اللي انت غرقان فيه وبتعمله، وعلى فكره انت عارف قوي ايه هي العاده دي، وامتنع عنها مدة 7 أيام متواصل. طيب تمتنع عن العادة دي ازاي؟ بانك انت تملى فراغك. لو لاحظت هتلاقيك انك انت بتعمل العادة دي بسبب انك انت عندك وقت فراغ كبير فمش عارف تعمل ايه، فبتعمل العاده دي. فلازم تملأ فراغك، يعني لازم تعمل حاجات كتيره تشغلك على انك انت تفكر انك انت تعمل العاده دي. افتكر دايما الجمله دي، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك في سوره الشمس: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولو لاحظت انا قلت لك ابتدي انك انت تمتنع عنها 7 ايام، ولازم تركز انك انت تمتنع عنها وتبطلها 7 ايام. مش معنى 7 ايام، في علم النفس العصبي ده الوقت اللي المخ بيحتاجه عشان يبتدي يعمل ريستارت، اعاده ضبط سوفت وير. مستقبلات الدوبامين اللي عندك اللي هي مسؤوله ايه عن التركيز وعن التحفيز والدفاعيه. ثاني خطوه التعافي، اتحمل الم الانسحاب. اول 3 ايام هتوقف فيها العاده دي وهتوقف فيها الذنب ده، في حاجات هتحصل لك زي انك انت هتحس انك انت غبي جدا، وكمان هتكتئب وهتحس انك انت زهقان وعندك ملل ومش عارف تركز في اي حاجه. ابشر، انت كده ماشي على الطريق الصح في التعافي. ده يعتبر علامات اعراض الانسحاب من العاده دي، ده دليل يقولك انك انت بتتعافى من التعفن الدماغي اللي عندك. الضباب الموجود على عقلك بسبب الذنوب وبسبب العادات اللي انت مدمنها، لما بتبتدي انت توقف بقى الضباب ده بيتبخر، فده بيسبب لك الم، والالم ده ألم صحي، هو ده ألم التعافي. اقرأ صفحة واحدة، اجبر نفسك انك انت تقعد تلت الساعة على انك انت تسمع كورس، او انك انت تسمع بودكاست مفيد، او انك انت تتعلم اي حاجة جديدة. صلي ركعتين، او حتى لو انت مش حاسس بخشوع. الامام ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيعلمنا ان التعافي من التعفن الدماغ ده والنور بيرجع بالتدريج. كل ما تجاهد نفسك وتجبر نفسك وتصبر على الألم الانسحابي ده، كل ما في كشاف جديد بينور في مخك. اما اخر خطوة التعافي في روشتة التعافي، استبدال المعرفي. مخك بيحتاج يصدق انك انت رجعت من تاني، محتاج يصدق انك انت ابتديت تمسك الديركسيون. النهارده اتعلم لك معلومه واحده بس، او مثلا ذاكر لك 5 دقائق بس، او احفظ ايه واحده بس. خد بالك الانجازات لما تيجي تعمل انجازات صغيره زي كده، على طول ده بيبعت اشارات لمخك انك انت رجعت تشتغل من تاني. فيا صاحبي، العلم والمعرفه ده نور ربنا سبحانه وتعالى مديها جوه دماغك، فانت ما تطفهوش. والتركيز دي نعمه كبيره قوي، وانك انت تكون عندك القدره انك انت تقوم تصلي وما تكسلش، دي هديه غاليه جدا من عند ربنا. ما تخليش شهوه رخيصه تسرقها منك.